جميعا. أولا أحب أن أهنئكم جميعا بنهاية عام وبداية عام جديد أعطاه الله لنا لنعمل معا لخير بلدنا مصر. وأشكر الأستاذة الدكتورة ناهد عبد الحميد لهذه الدعوة الكريمة لأكون بصحبة الأساتذة الأفاضل دكتور صلاح أحمد هاشم والكاتب الصحفي عماد الدين حسين والفنان المهندس محمد ثروت، وبصحبة شموع الموسيقى الغنائية بالفنان سعيد عثمان، نكون معا في هذا اللقاء الذي تحتاجه الآن مصر في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأشكر الكلمات التي قدمت فيها الدكتورة ناهد المركز الثقافي الذي هو أحد الأذرع القوى الناعمة في مصر. أولا أريد أن أقدم مفهوم القوى الناعمة. هو مفهوم صاغه جوزيف ناي من جامعة هارفارد، وقال إنه استخدام وتوظيف قوة الثقافة والقيم الإخلاقية والسياسية لتغيير الأوضاع السائدة في مجتمع ما. وده بيوصف القدرة على جذب وضم البشر دون إكراه، دون استخدام القوة كوسيلة للإقناع أو الضغط. وفي السنوات الأخيرة لاحظنا أنه استخدم هذا المصطلح للتأثير على الرأي العام وتغييره. وبكده يمكن أن نعرف القوى الناعمة بأنها قدرة طرف على التأثير وجذب طرف آخر دون استخدام أي شكل من أشكال العنف من أجل تحقيق عدد من الأهداف والنتائج التي يسعى لتحقيقها أحد الأطراف. القوى الناعمة بتعبر عن قوة تأثير الآداب والفنون والتعليم إلى جانب تأثير المؤسسات الدينية والمجتمعية للتأثير على الرأي العام وتغييره، كما أنه يعني القوى الروحية والمعنوية للدولة من خلال الأفكار والمبادئ والأخلاق، ومن خلال دعم مجالات حقوق الإنسان والبنية التحتية والثقافة والفن. وحقيقة استطاعت القوى الناعمة أن تكسب العقول وتؤثر في مشاعر الأشخاص، ومن ثم التأثير في سلوكهم عن طريق ما تبثه من أفكار وقيم عن السلام والتسامح وقبول الآخر. فالقوى الناعمة هو سلاح مؤثر يحقق الأهداف عن طريق الجاذبية والإقناع بدل الإرغام أو دفع الأموال. ومن أهم موارد القوى الناعمة لأي بلد في العالم هي ثقافته. وسمعنا من الدكتورة ناهد إن هو مضى عهد حسم الصراعات بالقوى العسكرية، وأصبح هناك طريقا آخر من خلال القوى الناعمة للدولة لضمان حلفاء لها في العالم. القوى الناعمة تقف جنبا إلى جنب مع القوى العسكرية للدولة من أجل حفظ معنى الوطن وسلامة المجتمع. وبصراحة القوى الناعمة هي السلاح الأقوى لمواجهة كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب ولاستعادة الدور، فهي حجر الزاوية في تشكيل الوعي والتفكير المجتمعي للشعوب. أنا هلخص هي عناصر القوى الناعمة: اللغة، التاريخ، الثقافة، الموقع الجغرافي. وبما أننا نحن في مصر، بالنسبة لنا مصر في قلب العالم، القيم السياسية للمجتمع، السياسة الخارجية،
الموارد الاقتصادية. بصراحة مصر طول عمرها كان ليها دور ريادي في الفن والإبداع، وكان ليها مكانة فكرية وثقافية متميزة عبر الأجيال، وكانت مركز للإشعاع الفكري والفني في المنطقة في الشرق الأوسط والعالم أجمع. وعشان كده لازم مصر تستعيد ذلك، لأنها غنية بأبنائها المبدعين. النهاردة سمعنا أحد المبدعين في الغناء في جميع مجالات الفكر والإبداع والحياة. مصر شهدت نهضة ثقافية وفنية رائعة وتعليم على أعلى مستوى، وتم إعلاء وأقولها مرة تانية شأن المرأة وتحريرها بمبادرة قاسم أمين وصفية زغلول ودرية شفيق وفنون المسرح والسينما. دي قادة. سقفوا للمرأة طيب. بصراحة هي اللي قادت القوى الناعمة في مصر والعالم العربي، وهذا الدور عايزين نستعيده مرة تانية. لازم نستعيد الذاكرة الوطنية. مصر كانت في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات في القرن الماضي تحولت إلى مركز حاضن المثقفين والمفكرين العرب من الشام ومن المشرق العربي، ووجدوا في مصر المكان الآمن والبيئة المناسبة للإنتاج الفكري والموسيقي والغنائي والمسرحي وأيضا السينمائي، وأدى هذا إلى تشكيل قوى ناعمة ثقافية جعلت من مصر والقاهرة مركزا للثقافات العربية على اختلاف الإبداعات والثقافات والتلحين والتمثيل وأيضا النشر والإنتاج. وكانت مصر مكانا يضم المفكرين والمبدعين في مختلف وشتى المجالات. النهارده عايزين ندرك دور الثقافة في الإصلاح والقدرة على مساندة الدولة في مسيرتها نحو التقدم ونحو الجمهورية الجديدة التي نحلم بها. ومن أهم أدوار القوى الناعمة هي دورها في بناء الوعي الإنساني. مصر تمتلك تاريخا حضاريا عظيما. مصر تعد من أولى الدول التي انفتحت على الثقافات الغربية من خلال حركات الترجمة، وامتلكت ريادة في مجالات صناعة الأفلام والإعلام والموسيقى والتلفزيون التي بدأت في ثلاثينيات القرن العشرين. واستضافت مصر كثير من المهرجانات العالمية. اكتسبت أيضا مجالا واسعا في الدراما المصرية وعروض الأوبرا. وتفخر مصر بأبنائها، فطه حسين هو عميد الأدب العربي، وأحمد شوقي هو أمير الشعراء، ونجيب محفوظ والكاتب العربي الوحيد الحاصل على جائزة نوبل في الأدب. اللغة المصرية بصفة خاصة وأيضا ما فيها من العربية بصفة عامة لها دور كبير في الكتابات الصحفية والمجالات وإنتاج الأفلام، فوحدت الشعوب العربية ضد قوى الاستعمار. فكان عامل اللغة هو ظاهرة استمرت وساعدت مصر أيضا. ذكر تقرير المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية سنة 2009 إن في أكثر من 10 مليار جنيه يتم إنفاقها على الدجل والسحر في مصر. طبعا هتتخضوا من المبلغ واللي أنا بقوله. ده تقرير المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في 2009. إذا قارنا هذا الرقم بميزانية التعليم العام في مصر نقدر نعرف حجم الكارثة اللي احنا فيها. كارثة ثقافية، مشكلات تتضاءل أمام التفكير العلمي والمدني في المجتمع. طبعا هنا هيبان الدور الملقى
على عاتق القوى الناعمة في المجتمع المصري من أجل العمل على بناء الوعي لدى المواطن المصري. المؤسسات الثقافية كلها دون استثناء تحتاج أن تتكاتف معا من أجل العمل على استعادة دورها كقوة مؤثرة في بناء الوعي لدى المواطن المصري في هويته، أن يعي المصري ذاته، فهو لديه من التاريخ والسمات الشخصية التي تجعله يحقق أعظم الإنجازات، أن يعي بقيم المواطنة والسلام والتعايش السلمي التي تظهر في حرية الإنسان الفردية وحريته في التعبير والاعتقاد والإيمان والحق في العدالة، مشاركته في الحياة السياسية، يتمتع المواطن بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب مشاركة المواطن في المصالح العامة والمجتمع المدني. وأيضا من الأدوار الهامة للقوى الناعمة هو الإسهام في ترشيد الوعي بشأن حقوق الإنسان للرد على ما يروج له البعض من أفكار شاذة ومغلوطة. وأيضا وأقول أن كل الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة: حق الحياة، حق الحرية، حق العدالة، حق الأمن والسلام، حق الاحترام. وطبعا إذا أردنا أن نبني إنسان مصري سليم علينا أن نعمل معا لنؤمل مستقبل أولادنا ونوفر لهم كل شيء. وحدنا يمكننا أن نفعل القليل، ومعا يمكننا أن نفعل الكثير. فموهبة الإنسان الفردية ممكن أن تحقق له النجاح، لكن حينما نكون مع بعض نسيج واحد سنستطيع أن نحقق المعجزات. ولذلك أتذكر حينما قالوا: متحدين نقف، متفرقين نسقط. والمثل الكيني يقول: إذا اتحد أفراد القطيع نام الأسد جائعا. فالنجاح مفتوح ولا يتم عمل والتعاضد مفقود، ولا يكون فشل والاتحاد موجود. وأنا أعتبر أن رجال الدين كقوة ناعمة في بناء وعي الإنسان أن يقدموا الدين في وسطيته وسماحته، أن يبرزوا السمات الطيبة في الأديان، أن يبث رجال الدين المواطنين للبعد عن العنف والعيش المشترك السلمي. ونؤكد على ذلك في اللقاءات والمؤتمرات واللقاءات الإعلامية على فكر التسامح وفكر نشر الخير. نؤكد على مبدأ التعددية، ونستطيع أيضا أن ننزع من القلوب نزعة الكره والإكراه، ونثبت داخلهم إكرام الآخر واحترام خصوصيته، لأن الاحترام بيننا مع بعضنا البعض لا يتعارض مع التعايش السلمي. نقر مبدأ المساواة للجميع في ظل سيادة القانون. نغرس معنا الحرية الحقيقية وبمفاهيم مشتركة لأبناء الوطن. وطبعا الخطاب الديني له وظائف كثيرة يستطيع أن يؤثر فيها للمجتمع. آسف إذا أطلت، وأشكركم جميعا حسن استماع.